يا مساء الفل عليكم من راديو الحياة FM وبرنامجنا من جوه البر. والنهاردة هنبتدي حلقتنا بسؤال: ازاي اقدر اعرف ان كنت انا في بيئة داعمة بتدعمني وبتنميني وبتقويني، ولا في بيئة بتستنزف طاقتي وتخليني في كل حاجة في حياتي انا مش اظبط حاجة. وهندي مثال عملي على كده. والد الدكتور احمد زويل، لما كان هو صغير وكان حلمه ان هو يبقى دكتور، كانت فعلا داعمة ليه. كانت بتعمل معاه حاجة مش كتير من الأمهات بتعملها. كانت كل الأدوات بتاعته كانت دايما بتكتب عليها كلمة دكتور، سواء بقى كانت كشاكيل أو كتب أو حتى الباب بتاع الأوضة بتاعته كانت بتكتب عليه كلمة دكتور. حتى لما كانت بتناديله في وسط التجمعات وفي وسط القعدات العائلية كانت برضو بتقول دكتور أحمد. ده كده مش خلاه بس إن هو يبقى في بيئة داعمة، لأ، ده كمان خلاه يتعلم إنه يقدر وجوده في المكان اللي هو فيه، وإن إزاي ينقي أو يختار البيئة فعلا اللي هتدعمه وتكبره، وإزاي يعرف يمشي من البيئة اللي هتكسره أو هتخليه مكان أقل من قدراته بكتير. وده فعلا اللي حصل معاه لما كبر وشاف نفسه في مكان أقل من قدراته، فاختار إن هو يسيب المكان ده ويروح يدور على مكان تاني يبرز فيه طاقته ويبرز فيه النجاحات اللي هو يقدر يقدمها. فهنا الدعم ما كانش بس في حدود إن هو نجح، ده كان الدعم من أول الفكرة لحد أما كبرت الفكرة وكبر الشخص معاها. من هنا نعرف ان الدعم الحقيقي مش مجرد ان انا اقولك برافو عليك. الدعم الحقيقي وان اكون في بيئة داعمة بتدعمني وبتبنيني اكبر بكتير قوي من كلمة برافو. وده اللي هنعرفه بعد الفاصل من اجابة السؤال، وهننتظر كمان اسئلتكم. خليكم معانا. ورجعنا لكم بعد الفاصل علشان نجاوب على سؤال حلقتنا: هل أنا فعلا في بيئة داعمة بتبنيني وتقويني، ولا أنا في بيئة بتكسرني وبتستنزف طاقتي؟ وقبل ده كله كنا قلنا قبل الفاصل إن الدعم الحقيقي مش مجرد كلمة برافو. ده الدعم الحقيقي ما بيظهرش غير في أوقات النجاح، مش بس كمان لما أكون في أزمة. يعني الناس فاكرين إن لما أكون في أزمة هنا بيظهر الدعم، لا، ده بيظهر كمان وقت ما يكون عندي بداية جديدة أو خطوة جديدة عايزة أخطيها، أو حاجة بعافر عشان أوصل لها، أو نجاح كبير أنا محتاج إن أنا أحققه. من هنا بيظهر فكرة الدعم. ومن هنا بقى هتبتدي تشوف استجابات وردود أفعال للناس اللي حواليك هتخليك تعرف هل انت فعلا في بيئة داعمة، ولا انت في بيئة هتهدك وهتكسرك وهتحسسك بالخيبة. الاستجابات دي عبارة عن 4 استجابات. أول واحدة هي الإيجابية البناءة. الإيجابية البناءة دي مش بس بتكون وقت ما بتنجح، لا، دي كمان بتدعمك من أول الفكرة. من أول ما بتبتدي تخطي خطوة جديدة هتلاقي الشخص اللي بيدعمك ده بيقولك أقدر أساعدك في إيه علشان تقدر تبقى كويس، إيه اللي أقدر أقدمهولك علشان تبقى في طريق أحسن من كده، برافو عليك، أنا عندي ثقة فيك إن أنت هتقدر تكمل. هتلاقيه الجمل كلها اللي بيقولها لك جمل داعمة بتقويك وبتخليك دايما شايف إن الطريق ده تمام وكويس وهتعرف تمشي فيه. تاني استجابة وهي الإيجابية بس الهدامة. وده هتلاقيه نوعين من الناس. لو حد ماشي معاك في نفس الطريق هتلاقيه بيقولك شفت بقى، لولا ان انا ساعدتك ما كنتش وصلت للنجاح ده، لولا ان انا اديتك الفكرة ما كنتش قدرت توصل.
لولا ان انا شجعتك كان هيبقى دلوقتي ولا نجحت ولا حاجة. التاني بقى هتلاقيه بيقلل منك وبيقلل من الحاجة اللي انت عملتها، هتلاقيه بيقولك مبروك، بس ايه المشكلة؟ ما انت غيرك عمل كتير، ايه المشكلة ان انت نجحت وجبت 95% مثلا او 98%؟ عادي، ما غيرك عمل كده. فهتلاقيه بعد كلمة مبروك في كلمة بس. التالت بقى وهو البيئة السلبية ولكن عادية جدا، حد كده استجابته بطيئة، اللي هو يا دوبك مبروك، اللي انت متبقاش فاهم معاه هل هو مبسوط، زعلان، هل انت فعلا حققت نجاح، ما حققتش نجاح، انت مش عارف الدنيا ماشية معاه ازاي. انت كل اللي انت عرفته ان هو قالك مبروك. طب هل انا نجاحي ما يستحقش ان هو يتقال عليه اكتر من كده؟ هل انا اللي انا بقدمه ما يستاهلش ان هو يقول لي كلام اكتر من كده؟ وانا قليل قوي كده؟ فدي بقى الاستجابة التالتة، هي مش ايجابية ومش يعني مش بناءة ولكن عادية جدا. الاستجابة الرابعة دي وهي السلبية الهدامة، ده بقى تلاقيه شخص نوع من انواع الصمت، بعديها يتكلم في موضوع تاني، اللي هو ايه بقى؟ زي بالظبط واحد بيتصل بمراته ويقول لها باركيلي انا اترقيت في الشغل، تلاقي المكالمة كده بقت صمت. طيب ما تنساش تجيب لنا الحاجات وانت طالع. او ولد يقول لباباه انا نجحت في الامتحان وجبت 19 من 20، صمت. طيب روح شوف كمل مذاكرة او شوف انت بتعمل ايه او شوف هتلعب بايه. فبتبقى مربكة. النوعين دول، النوع التالت والرابع دول مربكين جدا. بتبقى انت مش فاهم هو انت ما نجحتش ولا نجحت، هو انت الدنيا معاك تمام، هو انت نجاحك يستحق ولا ما يستحقش، هو انت متقدر ولا مش متقدر. بتبقى حالة كده من الإرباك. بس هل الاستجابات دي لوحدها تقدر تحدد؟ لا، احيانا بيكون نمط الشخصية نفسه بتاع الاشخاص اللي قدامك هو اللي بيحدد طريقة استجابته. ممكن بقى عشان هو يكون شخص تجنبي مثلا، ما بيعرفش يقول مبروك، ما بيعرفش يعبر عن مشاعره، ما بيعرفش يشارك في فرحة غيره. ممكن عشان ما نبقاش ظالمين حد، ولكن هو هنا بيبقى فيه خلل. انت بس لما بتعرف الاستجابات دي بتعرف مين تشاركه الرحلة بتاعتك، ومين لا يفضل ان انت توصل له النتيجة ايا كانت بقى استجابته ايه. فعشان نعرف اكتر ايه الفرق ما بين البيئة الداعمة واللي بتنمينا فعلا والبيئة اللي بتستنزف طاقتنا، محتاجين كده نعمل مقارنة لطيفة. أول حاجة في البيئة الداعمة انت بتحس بأمان، في أمان في الرحلة. الشخص ده بيسمح لك بالتجربة والفشل، ايه المشكلة؟ نجرب ونفشل ونتعلم من أخطائنا ونعيد التجربة تاني، مفيهاش مشكلة. ما بيحكمش على فشلك ان هو نهاية العالم، ده في حالة لا قدر الله ان التجربة اللي انت بتعملها دي فشلت. ما بينتقدش الرحلة، ما بيقللش من مجهودك، مجهودك مقدر حتى ولو كان بسيط. ده كمان بيعمل حاجة مختلفة تماما، بيديك الدعم ولكن بيسيبك تختار الطريقة اللي هتمشي بيها. هو بالظبط بالنسبة لك عامل زي كشاف النور اللي بينور لك الطريق، وانت كمل الطريق براحتك بأسلوبك بطريقتك، علشان في الآخر لما يحصل حاجة هتبقى انت المسؤول الأول والأخير عن اللي حصل. كمان في حاجة مهمة، هو بيقدر مجهودك مش بيقدر موهبتك. يعني لو انت موهوب في حاجة واشتغلت عليها ونجحت، مش بيقولك ده انت عشان موهوب فيها، لا، ده بيقولك ان انت فعلا عملت مجهود، وان مجهودك ده هو اللي خلى الحاجة ليها نجاح وليها طعم. يعني مثلا لو انت بترسم كويس فرسمت لوحة، ممكن حد يجي باستجابة كده ويقولك ايه، ما انت عشان يا عم بترسم كويس فانت الدنيا معاك تمام. التاني بقى هيقولك ايه، انت المجهود اللي انت عملته ودى موهبتك في حتة تانية.
فهو هنا اعترف بمجهودك وفي نفس الوقت ذكر موهبتك ما قللش منها. طيب في حالة بقى لا قدر الله ان انت بتعمل حاجة وتفشل فيها، في البيئة الداعمة مش بيركز على المشكلة، هو بيركز على الحل. يعني بيقولك تمام، احنا فشلنا المرة دي، مفيهاش مشكلة، تعالى بقى نشوف ايه اسباب الفشل اللي حصل ده، ونشوف هنعمل ايه لو فكرنا ان احنا نكرر التجربة تاني. ايه الاسباب اللي خلتنا نوصل للنتيجة دي، ونحاول نتفاداها ونكمل. كل ده عكس تماما الشخص اللي بيبقى غير داعم وبيستنزف طاقتك. هتلاقيه دايما بينتقدك في كل حاجة، هتلاقي دايما مجهودك غير مقدر، هتلاقيه دايما بيقارنك باللي حواليك. لما بتنجح في حاجة بيقلل منها، بيقولك ايه المشكلة يعني، ما غيرك عمل كده كتير، ايه يعني اللي انت قدمته. زي بالظبط لما تنجح في حاجة او توصل لبوزيشن معين، وتلاقي مثلا صاحبك يقولك يا عم هو انت جبت تجيب من ديله، ما عادي يعني، ما غيرك وصل كتير، ما غيرك خد الشهادة الفلانية، ما غيرك عمل. هتلاقي نفسك طول الوقت معاه في مقارنات، عمال يقارنك بده وده وده، بيقلل منك ومن مجهودك ومن شأنك ومن اللي انت عملته. ويا سلام كمان لو التجربة فشلت، ده بتبقى كارثة ونهاية العالم. مش انا قلتلك ما تعملش كذا، انت برضو ركبت راسك وعملته، اديك فشلت، ها وريني بقى هتعمل ايه. فتحس ان انت محبط، وتحس ان انت مش قادر تعترف بمواهبك، وحتى بيشككك في قدراتك لدرجة ان انت ما بتفكرش ان انت تبتدي تاني. هتلاقيه دايما بيركز على المشكلة مش بيركز على الحل. يعني تلاقيه بيقولك دايما انت عملت كذا غلط وعملت كذا غلط وعملت كذا غلط، مش من باب ان هو يصلح، من باب ان هو يوريك العيوب. انا هنا دلوقتي مش جاية بقولك على الفرق ما بين البيئة الداعمة والبيئة اللي مش بتدعمك او البيئة اللي بتكسر فيك علشان تعمل سبوت على كل اللي حواليك بس، لا، ده كمان علشان تبص على نفسك، انت بتعمل ايه مع الناس اللي حواليك. لان من الاخر اللي انت هتقدمه هتلاقيه. فانت بقى هل بتقدم اي استجابة من الاستجابات اللي احنا قلناهم؟ انت انهي نوع من الناس؟ هل انت بتقدر تقدم بيئة داعمة للاشخاص اللي حواليك، اهلك، ولادك، شريك حياتك، زمايلك في الشغل، ولا انت من نوعية الناس اللي بتقدم بيئة هدامة؟ طيب لازم تسأل نفسك شوية أسئلة كده علشان تعرف هل انت ده ولا لأ. هل انت بتفرح بنجاحات الناس؟ هل انت بتقدر مجهود الناس؟ هل انت بتقدم الدعم وبتقدم المشورة بما يرضي الله صادقة من قلبك فعلا ولا لأ؟ كل حاجة احنا بنعملها بتتردلنا تاني، هي بالظبط كده دايرة واحنا بندور حواليها، اللي انت هتعمله هيلف ويرجع لك تاني. فقبل ما تبص على الناس وعلى استجاباتهم وعلى هل هم ناس داعمين أو غير داعمين، بص على نفسك برضو وشوف هل انت شخص داعم حقيقي ولا شخص بتكسر في اللي قدامك. فكر في إجابة السؤال، وهنستناكم وهنستنى أسئلتكم بعد الفاصل.
ورجعنا لكم بعد الفاصل علشان نكمل حلقتنا ونجاوب على سؤالنا. في معنا سؤال: تعملي ايه لو لقيتي نفسك في بيئة غير داعمة؟ اول حاجة محتاجين نعملها لما نحس ان احنا في بيئة غير داعمة، مش الحل خالص ان احنا نقطع علاقتنا بالناس دول، ولكن بتكون في حلول تانية كتير. اول حاجة ان اعرف ارسم حدود لنفسي، اعرف حدود الناس دول ايه معايا. تاني حاجة اعرف مين اللي ادخله في حدودي النفسية، مين اللي اقبل منه كلام ودعم ونقد، ومين اللي ابقى عارفة ان رأيه بيبقى بس عن طريق ان هو يهدم فيا وخلاص. تالت حاجة انا محتاجة ان انا ابني دوائر دعم جديدة باحتياجاتي انا. خلاص انا عرفت الناس اللي حواليا ان هما مش بيدعموني، مش بيقدموا لي السبورت اللي انا محتاجاه. ازاي تبني دوائر دعم جديدة؟ بانك تبني علاقات جديدة. هتبتدي تدوري في كل اللي حواليكي مين فيهم بيدعمك فعلا بصدق، ومين فيهم بيضللك بيقولك كلام وخلاص، مش بيحب لك الخير مثلا، بتلاقي فيه في حياته نقد كتير ليكي. فبالتالي اعملي علاقات تانية، غيري الناس، اعرفي دوائرك الشخصية، مين تقربيه ومين تخليه في المنتصف ومين تبعديه عنك خالص. فهنا قطع العلاقات مش هو الحل. الحل ان انت تعرفي حدودك ايه، تحطي كل شخص في مكانه، وتشوفي مين اللي بيدعمك فعلا بصدق، وهو ده اللي تقربيه منك، وهو ده اللي تخليه دايما سبورت ليكي في كل القرارات اللي انت بتعمليها. في سؤال تاني؟ تمام. طيب في نهاية حلقتنا حابة بس اقولك ان مش كل حد مش بيدعمنا بيبقى وحش. هو ممكن يكون نمط شخصيته كده، هو مش بيعرف يعبر عن اللي جواه بسهولة. فمش كل شخص مش بيدينا الدعم اللي احنا محتاجينه هو بالضرورة شخص وحش مش كويس لازم نبعد عنه. ومش الحل ان انا اقطع علاقتي بالناس لمجرد ان هما مش بيدوني احتياجي، لاني انا الحاجة اللي انا بقدمها مختلفة عن الحاجة اللي قدامي بيقدمها، مختلفة عن اللي التالت بيقدمها. نتقبل اختلاف بعض، نتقبل ان الشخص ده مش هيقدم لي الدعم ده في الجزئية دي، تمام، ولكن هو ممكن يقدم لي الدعم بشكل تاني بصورة تانية عن طريق حد تاني. فتقبل ان احنا مختلفين في العطاء. العطاء كله مش شبه بعضه، اللي انا اقدر اقدمه بشكل غيري يقدر يقدمه هو ولكن بشكل تاني خالص. حاجة تانية بقى، انا لازم اعرف اتعامل بحدود، ارسم دايرة حدودي كويس. من هنا لازم اعرف اقول لا. طب يا ترى انا فعلا بعرف اقول لا من غير ما احس بالذنب، من غير ما في حاجة تشدني وترجعني لورا، ولا مع كل كلمة لا بيحصل حاجة من الاتنين؟ يا اما بتشد وارجع لورا واحس بالذنب واضطر ان انا اروح اعتذر، او تلاقيني بقول لا فبخسر الناس. ده هيكون موضوعنا الحلقة الجاية، ازاي اقدر اقول لا بثبات وبالراحة بهدوء من غير ما ازعل الناس اللي قدامي. تالت حاجة من غير ما انا احس بالذنب ومن غير ما احس ان انا استنزفت من جوه. استنونا الحلقة الجاية، هتكون حلقة مختلفة عن ازاي اقدر اعمل حدود صحية خليني عايشة في سلام داخلي افضل بكتير. نشوفكم الحلقة الجاية.